الأكلة المفضلة والأساسية بالنسبة لناس كتير، ولو مفكرة ان طبق المكرونة بالكبدة مجرد مكرونة كده بالصلصة وعليها كبدة من على الوش وبس كده، يبقى فايتك كتير جدا. جربي طريقتي واوعدك هبهرك بطعمها. بالمناسبة الطريقة دي اتطلبت مني من ناس صحابي كتير جربوها عندي، فقلت اعملها فيديو عشان الكل يستفاد. لو اول مرة تشوفيني حطي لايك للفيديو ومتابعة للقناة، ويلا بينا على الطريقة الخطيرة دي على طول. عندي في الكبة بتاعتي حطيت نص راس توم متوسطة الحجم، توم متقشر ومغسول. حطيت كمان قرن فلفل رومي وقرن فلفل حراق، هي طبعا سبايسي بتكون افضل، بس لو عندك اطفال تقدري تستغني عنه. حطيت قرن فلفل احمر، معلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. كل المكونات اللي انا هحطها دي هسيبها لك ان شاء الله في تعليق تحت الفيديو. ضربت الكلام ده كله مع بعض في قلب الكبة، عايزاه انعمه كويس جدا. لو ما عندكيش كبة تقدري تستخدمي الهون، مفيش مشكلة. المهم ان انا عايزة في الاخر يطلع معايا معجون زي ما انت شايفة كده. عندي هنا طبق جانبي هحط فيه كده ما يعادل معلقة كبيرة مليانة من الدقة اللي انا عملتها معاكم دي، وهركنها على جنب هقولك ليه دلوقتي. عندي هنا نص كيلو من الكبدة البلدي. انا ما بغسلش الكبدة البلدي يا جماعة، لو انت شاكة في الجزار اللي انت بتجيبيها منه ممكن تجيبيها حته على بعضها وتقطعيها انت في البيت، ما تخلوش هو يقطعها على القرمه عنده. جبتها وحطيتها في الفريزر شويه، جمدت نص تجميده، وبعدين قطعتها شرايح رفيعه جدا. لما بتجمديها نص تجميده بتعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها صغير جدا زي ما هوريكي وقت التسويه. نزلت عندي بالخلطه بتاعه الدقه اللي انا عملتها معاكم، ونزلت كمان بعصير ليمونه متوسطه، وبعدين هقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. اتاكد ان الكبده اتغلفت بالدقه الحلوه اللي انا عملتها دي. هسيب الكبده على جنب يعني مش اقل من تلت ساعه. على فكرة التركة دي بتدي طعم حلو جدا للكبدة، وبتخلي الكبدة شاربة كده من التتبيلة، وريحتها حلوة جدا، حتى ريحتها بتكون قوية جدا وقت التسوية. تمام كده قلبناها كويس، هركنها بقى على جنب. بعد حوالي تلت ساعة كده جبت طاسة عندي، حطيت فيها شوية حلوين كده من الزيت، وبعدين استنيت الطاسة تسخن كويس جدا، وبعدين نزلت بالكبدة بتاعتي. بنزل بالكبدة ما بقلبهاش في البداية لحد ما تاخد اللسعة من تحت كده، وبعدين هبتدي بقى اقلبها على نار عالية. ما بتاخدش على النار ازيد من 4 5 دقايق، لان الكبدة انا مقطعاها رفيع جدا. تمام كده بعد حوالي 5 دقايق اتأكدت ان الكبدة عندي استوت. هبتدي بقى ارفع الكبدة في طبق جانبي. انا برفع الكبدة وبصفيها من الزيوت اللي فيها او الطعم والعصارة اللي نزلت منها، انا دي محتاجاها. يعني انا برفع الكبدة بس. نزلت عندي بمعلقة الدقة اللي انا شلتها في البداية، لا قلت لكم هنشيلها على جنب، وبعدين ببتدي اقلبها كويس جدا. على فكرة ما حطيتش زيت تاني ولا اي حاجة، هي العصارة اللي نزلت من الكبدة فقط. بعد ما قلبت كويس جدا الدقة دي على النار وشميت ريحتها، مش محتاجة ان انا اخليها تلون ولا حاجة. كنت مجهزة عندي حوالي كيلو كده من عصير الطماطم، ضرباه في الخلاط ومصفياه، ضروري تكون الطماطم متصفية. ونزلت على الصلصة بتاعتي بشوية صغيرين من الملح، شوية صغيرين من السكر، بيدي طعم حلو جدا للمكرونة. وحطيت مكعب مرقة اختياري، لو الطماطم بتاعتك لونها فاتح حطي معلقة صغيرة من البابريكا، بس انا ما بستخدمش صلصة الطماطم نهائي. هسيب الصلصة بتاعتي تستوي على جنب، واخر حاجة بعملها هي المكرونة. ما بحبش المكرونة تتركن وبعد كده تلزق في بعضها، لا بحب اضيفها سخنة في الاخر وتكون مفردة كده. في حلة عندي على النار سبت المية بتاعتها تغلي، نزلت عندي بكيسين من المكرونة وحطيت فيهم معلقة كبيرة من الملح. بسيب المكرونة يا جماعة تتسلق 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. افضل حاجة ان المكرونة تكمل تسوية في الصلصة، بتشرب كده من طعم الصلصة، بيكون طعمها خطير. افضل كتير من ان انت تسويها تسوية كاملة وبعد كده تحطيها في الصلصة دقيقة او كام ثانية كده وترفعيها، كده افضل. بعد حوالي 5 دقايق كانت الصلصة عندي استوت، وصلت للقوام اللي انت شفتيه ده. طبعا انا بدوق الصلصة، لو محتاجة ملح ولا حاجة بظبط الملح بتاعها.
كانت المكرونة كمان استوت 3/4 تسوية. نزلت بكمية المكرونة على الصلصة، وعايزة اقولك ان الصلصة دي قبل ما انزل على المكرونة انا بشيل شوية من الصلصة كده على جنب، للي حابب يزود بعد كده يزود. وبعد ما بنزل المكرونة في الصلصة بوطي النار عندي على اقل درجة حرارة، وبفضل اقلب فيها زي ما انت شايفة كده، يعني دقيقتين على النار. بتطلع المكرونة شاربة من الصوص كويس جدا، وكمان بيكون لونها حلو جدا. مش قادرة اقولك ان ريحة المكرونة بالصوص بتاع الكبدة اللي احنا عملنا بيه الصلصة بتودي الطعم في حتة تانية تماما. بعد ما سبتها دقيقتين كده على النار، حطيتها في قلب طبق التقديم بتاعي، وحطيت شوية من الصلصة على الوش لان احنا بنحب المكرونة حمرة جدا. وبعدين في الاخر خالص بحط شوية كده من الكبدة على الوش. لازم تجربوا الطريقة الخطيرة دي، طعمها هياخدك في حتة تانية خالص. انا متأكدة ان انتي مكلتيش ولا هتاكلي الطعم ده في حتة تاني. جربوها، انا واثقة ان هي باذن الله هتعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.